بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. طبعا يا جماعة يعني في فصل الصيف وفترات الحر بنشوف ظاهرة يعني معتادة وناس كتير اتكلمت فيها، يقول لك إن الحمام أكلته ضعيفة، زائد إن الحمام بدأ ينقط بعض البذور ويسيب البعض. خاصة يا جماعة اللي أكتر نوعين حبوب بيتسابهم في الصيف هي الفول والذرة الصفراء. الفول والذرة الصفراء، وبمعنى أصح أي حاجة بيصعب هضمها الحمام بيسيبها. أنت نفسك كإنسان في فصل الصيف ما بتاكلش زي الشتاء، أكلتك ضعيفة، عايز حاجات معينة وبتشتهي حاجات معينة وتشرب مية وكلام من ده. الإجهاد الحراري والصيف محتاج يا جماعة سوائل للحمام. يعني ما تنساش دايما الميه تغيرها، دايما حته تلجة بسيطه كده في الميه، فيتامين سي، سكرولايت، الكترولايت، او حتى محلول معالج الجفاف. العسل برضو ممتاز. يعني دايما خلي ايدك في حمامك، مش دايما على طول، برضو مش طول اليوم. خلي مثلا نص اليوم والنص التاني ميه بيضة، واللي تحطه النهارده ما تحطوش بكره. اي حاجات من ده يا جماعه مفيده وملهاش اي اعراض جانبيه. طيب حل الكلفة اللي انا بهدرها وبقت مكلفة النهاردة والحمام ما بياكلهاش، اعمل ايه؟ هقول لك بعد اذنك. في فصل الصيف بالذات اهتم بكلفة يعني اضافية كالبذور. البذور يا جماعة ممتازة جدا في الصيف كصحة للحمام، يعني ما بتهلكش الحمام في الهضم. لان ممكن تلاقي فرد الحمام فجأة تطلع النهاردة تلاقي اكل امبارح في الحوصلة وما بيتهضمش، لان مشاكل الصيف كتير. الكنكر يعني متوقع حدوثه في فصل الصيف اكتر من فصل الشتاء، فلذلك اهتم بنظافة ميتك وتغييرها. يعني حاول تبص المية بتاع الحمام انت تشربها. لو لقيت المية صافية كده ان انت ممكن تقدر تشربها كده، انت على الطريق السليم، مش ببالغ، هي دي الحقيقة. لازم المية تكون كويس. طيب اعمل الكلفة ازاي؟ لو ما تقدرش، لو ما فيش حد متخصص عندك في كلفة الصيف وناس فاهمة، ممكن تعملها على ايدك. تهتم بالقرطم، تهتم بلاش يا جماعة عدس وفول في فصل الصيف، والذرة الصفراء تكون قليلة خالص. اهتم بقى ببذر الفجل والجرجير والكتان والعويجة والحاجات اللي هي النواعم، والشعير مهم جدا، والقمح برضو قلله. الحاجات دي مهمة جدا، وحتى الحمام هتحطها له هياكلها ان شاء الله. نعمل برضو لحضراتكم، احنا بس بنعمل فيديو الحمام كان كل. هنعمل لحضراتكم فيديو ان شاء الله بالمكونات وبإقبال الحمام على الاكل، وممكن تضيف حبة البركة يعني وبعض الكزبرة مع الكلفة، والحمام هياكلها ان شاء الله لو هو جعان. الحاجات دي يا جماعة بتغسل بطن الفرد الحمام وبتنقيه وبتعالجه من جميع الامراض. حاجات بسيطة جدا دون اي اعراض جانبية. الحاجات دي مهمة جدا في فصل الصيف. في الكلام مش هيخلص، لان في حاجات كتير لازم تعملها في فصل الصيف، ولو ما عملتهاش ممكن حمامك اصلا يقع منك. وفي هنتكلم على اكتر من حاجة ممكن تضر حمامك وانت مش واخد بالك ان شاء الله في فيديوهات جاية. مش عايزين بس نطول على حضراتكم. اللي عايز اكد عليه ان بلاش تحط كلفة للحمام بالنهار يا جماعة. خلي طول النهار زي ما قلت نص اليوم اضافات في المية، والنص التاني مية بيضة. اما يعني لو تقدر تكلف الحمام من بعد المغرب معاك بالليل مفيش مشكلة. وفي الصيف اكلف طقة واحدة. الفصل الحمام بلاش تخلي الحمام يشتغل في فصل الصيف، حمام هيتهلك ومش هتاخد منه زغلول، وهيقابلك بقى جدر وكلام من ده. طيب ليك مزاج تفرخ في فصل الصيف لازم تكون محترف، او تتبع التعليمات اللي هنقولها لحضراتكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. لو حابب تفرخ في الصيف، او الحمام عندك مخلص شغل، مخلص ريش وبدأ يشتغل وعايز تستفاد بعش او اتنين، مفيش مشكلة. لازم تعمل الحاجات اللي نقول لحضراتكم عليها. ده بس يعني حبيت اتكلم مع حضراتكم في حاجة واقعية معانا. حتى الكلفة اللي اشتريناها جاهزة حصلت معانا، يعني الحمام كل وساب دول. حبينا نوضح لحضراتكم الفيديو مباشر. اما الكلفة اللي هنعرضها لحضراتكم ان شاء الله في فيديوهات جاية
حام كلها مش هسيب منها ولا حبايه. طبعا الاكله دي مهمه جدا عشان الحبايه اللي على الارض دي الحمله وكلها ممكن تعمل له كوكسيديا وكوليستريديا وسالمونيلا. فافضل حاجه الحمام طقه واحده وتنزل من عند حمامك ما تلاقيش ولا حبايه في الاكله. ده يا جماعه افضل حاجه الحمام. الحمام لو جعان والحمام قدامه ميه افضل من الاكل اللي عمال على بطال. يعني دي كلام بسيط ومهم جدا، يا ريت تخلوا بالكم منه. لو اول مره بتشوفنا او مش مشترك في القناه تشترك وتشرفنا. ولو عجب الفيديو مشاركه عشان غيرك يستفاد، وما تنساش تصلي على النبي، وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.